في نوع من العلاقات بيستهلكك، بيسرق طاقتك وبيخليك شاكك في نفسك، مش لازم بصوت عالي أو إهانات مباشرة. أوقات السم بيكون هادي، نقد متكرر، تعليق بسيط، نظرة استهزاء أو تجاهل يخليك تحس إن وجودك مش مهم. أهلا بيكم في ميتنج، أنا دكتور محمد عثمان، والنهاردة هنتكلم عن فن التعامل مع العلاقات التوكسيك. الشخص التوكسيك مش بيتغير بالإقناع ولا بالتبرير ولا بمحاولة إرضائه، لأنه أغلب الوقت هو مش شايف نفسه غلطان، هو اللي عايزك متعاطف معاه طول الوقت، بيحتاج تكون شبه توقعاته، وإلا هيقلل منك ويشكك فيك. متسلط، هيحاول يفرض رأيه عليك، هيحسسك إنك مش كفاية، وهيحط لك السم في العسل. هيختار اللوم لما تحكي له عن مشكلة، هيتوقع لك الفشل دايما، هيفرض رأيه عليك لتلبية احتياجاته، وممكن يأذيك لو فكرت تخرج من دايرته. لكن ليه كتير بيقعوا في العلاقات دي؟ لأننا بنرضى ونسكت ونستحمل، لأننا بنحاول نثبت إننا نستحق الحب من الشخص الغلط، وبنخاف من الوحدة، وبنفتكر إن ده قدر. أهم علامات العلاقات التوكسيك: انك تبقى خايف من رد الفعل، كل كلمة محسوبة، كل موقف ممكن يتحول ضدك، احساس انك مش كفاية، مهما تعمل مهما تساعد مش عاجب، العلاقة بتاخد طاقتك، احترامك لنفسك بيقل، وده اخطر حاجة، لانك لو خسرت احترامك لنفسك خسرت حياتك. انواع الشخصيات التوكسيك: في المستنزف عاطفيا، دايما بيشتكي ويحمل همومه عليك، ومن غير ما تحس تلاقي روحك تقيلة. وفي المسيطر اللي عايز يفكر بدالك ويقرر مكانك. وفي الغيور اللي نجاحك بيضايقه فيحوله لنقد ولوم. وفي عاشق الدراما، يدور على مشكلة ولو مفيش يخترع. وفي المتلاعب الكذاب اللي يلخبطك ويشككك ويخليك انت الغلطان. واصعبهم النرجسي اللي شايف نفسه محور العالم. ازاي نتعامل مع الشخصيات دي؟ اعترف بقيمتك، انت مش محتاج موافقة حد علشان تحب نفسك، انت مش جاي الدنيا عشان تتحمل، انت جاي علشان تعيش. حط حدود واضحة، مش كل الناس تستاهل تدخل حياتك، ومش كل الناس يستاهلوا طيبتك. خليك واعي للتلاعب وما تستجبش للضغوط العاطفية. التجاهل هو احسن رد لمنع الاستفزازات. لو الموقف بقى لا يحتمل، ما تترددش في طلب الدعم من شخص قريب تثق فيه او من متخصص. خصص وقت لنفسك وللأنشطة اللي بتستمتع بيها، لتجديد طاقتك وتقوية نفسك. ما تحكيش عن مشاكلك قدامه لانه هيكبرها او هيلومك عليها. حط نية داخلية انك مش هتتأثر بالشخص ده. لو بيحكي لك مشكلة وبيوجه لك طاقة سلبية، حاول ما تسمعش بمشاعرك، جاوب على اسئلته اجابات روتينية جدا وقصيرة، وسيطر على لغة جسدك. ما تستخدمش التبرير او الدفاع عن نفسك، ما تلومش نفسك ابدا على استبعاد الشخص السام. الخروج من علاقة مؤذية شجاعة، والاستمرار فيها خوف. انت تستحق علاقة صحية فيها احترام، فيها امان، بتكبرك، بتخليك افضل، وبتديك مساحة تكون انت. اختار نفسك، حرر عقلك، وقف في صفك، لان مفيش علاقة في الدنيا تستاهل انك تخسر نفسك عشانها. انت مش هنا علشان تتحمل، انت هنا عشان تتطور. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن فن التعامل مع العلاقات التوكسيك.